السلام عليكم. الفيديو بتاع النهارده هعمل مغناطيس التلاجة يا جماعة اشكال فرعونية زي كده بالظبط، بيلزق في اي حد حديد. تعالى معايا على الشرح عشان تاخد خلفية اتعمل ازاي بطريقة بسيطة. بس طبعا دي الاسطمبة. المغناطيس اهو. المغناطيس ده بيتباع طبعا بالواحد، بالدستة، بالكيس طبعا. وده السبيداج، وده البوليستر متكابلين محطوط له كوبالت طبعا. هو شوية سبيداج وهنقلب كويس جدا. بس وتديها شوية تقليب. اهم حاجه تقلب كويس جدا وبعد كده تحط مصلي. بس وهتفضي طبعا. واهم حاجه توزع كويس جدا. بس والمغناطيسي بتاعك اهو بالقلبه وتحطه زي ما هو. في ناس بتضريه وفي ناس ما بتضريهوش، احنا هنضروه احسن. هتقولي كده يفقد؟ لا، هيتضرى هيبقى مية مية. بس وهنسيبوها في حركة ايه 5 دقايق تنشف وبعد كده نيجي نطلعوها. بعمل اشفت يا جماعة اهي. نضف الروايش طبعا، طريقة بسيطة تطلع معاك لانها ايه يعتبر ما نشفتش جدا، ما نشفتش قوي. بس اهي طبعا منظرها تحفة جميلة جدا. هعمل لك فيديو تاني للتلوين عشان التلوين طبعا ايه لازم تظبيط شوية. طبعا هتخرمها بالميني كرافت. مفيش ميني كرافت عندك القالب طبعا احنا موجودة عندنا الاسطمبات كلها، والاسطمبة يبقى منها فيها الخرم، يعني هتطلع مخرومة وجاهزة. بس بعد ما نضفناها من الروايش وكل حاجة طبعا هتلزق في اي حاجة حديدة تلزق معاك اهو. طبعا تجيب المغناطيس تكون شديد جدا عشان يلزق، عشان الحته تبقى تقيله. طبعا اعمل لك فيديو تلوين بشرح كامل. لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والاشتراك في القناه عشان يجيلك كل جديد.